حصل ده اتكشف بالصدفة. الصورة دي ما كانش المفروض أشوفها، واللي حصل كله ابتدى بالصدفة. كنت بنقل صور من موبايل قديم، موبايل ما كنتش بفتحه من سنين. لقيته في درج المكتب وشحنته بس علشان أنقل الصور، وأنا بضغط بسرعة من غير ما أركز الصورة ظهرت. في اللحظة دي قلبي شد، لأني عرفت المكان. ما كانش محتاج تفكير، دي أوضتي، نفس الحيطان، نفس السرير، نفس اللمبة. بس في حاجة مش مريحة، الصورة كانت متصورة من فوق، زاوية غريبة، كأني متراقبة. مش حد واقف قدامي، حد مستخبي. قلت يمكن صدفة، يمكن حد كان معايا زمان وفتحت صورة تانية. نفس الأوضة بس بالليل، الضلمة كانت تقيلة والنور كان خافت. السرير كان فاضي، مفيش حد نايم، بس الإحساس كان وحش. الصورة اللي بعدها قلبي وقف، كان في حد واقف جنب السرير، قريب قوي، وشه مش باين ولا حتى ملامحه. قفلت الصورة بسرعة، ايدي كانت بترتعش، وحاولت اضحك على نفسي. قلت يمكن الصور قديمة، يمكن من وقت ما كنتش هنا. بصيت على التاريخ، كان من أسبوع، الأسبوع اللي فات. كنت بنام لوحدي وقفلت الباب كويس. رجعت فتحت الصور تاني وأنا مش عايزة، بس كنت لازم أتأكد. آخر صورة كانت أسوأ واحدة، كانت ليا نايمة على ظهري، مغمض عينيا، شكلي هادي زيادة عن اللزوم. ايدي كانت تحت البطانية، بس في ايد تانية مش ايدي ماسكة طرف البطانية كأنها مستنية. قفلت الكمبيوتر وقعدت في الضلمة، مش قادرة اتحرك ولا حتى اتنفس طبيعي. سمعت صوت بسيط مش واضح، زي نفس قريب. بعد شوية جمعت شجاعتي وفتحت الكمبيوتر تاني. الفولدر اختفى، ولا صورة واحدة. دخلت على الإعدادات، فتشت، دورت، مفيش حاجة. ومن اليوم ده وأنا كل ما أنام بقفل الباب وأسيب النور شغال. بس المشكلة إن الإحساس ده لسه موجود، إحساس إن في حد شافني قبل ما أصحى.